هنتكلم النهاردة عن فرق الجهد. تعرف ان فرق الجهد مش خاص بس بالكهرباء؟ فرق الجهد قانون كوني موجود في كل حاجة، بس شكله، تأثيره وطريقة استخدامه حسب نوع الطاقة ونوع الجسيمات. احنا في الكهرباء نقدر نقول فرق الجهد أساس الكهرباء، بس خلينا ناخد الصورة الكبيرة قبل ما ندخل على التعريف. الكون كله عبارة عن شبكة ضخمة من فروق الجهد بين كل شيء وأي شيء. إزاي؟ خلينا نتناقش وهتوضح. إيه أساس الكهرباء؟ قلنا الشحنات الكهربية. إيه هي الشحنات دي؟ عبارة عن إيه؟ قلنا إن الشحنة دي خاصية. يعني إيه؟ يعني لو الجسيم امتلك الخاصية دي يقدر يتفاعل كهربيا. طب لو الجسيم ما عندوش شحنة ما بيتفاعلش كهربيا. قلنا عندنا نوعين بس من الشحنات في الكون، شحنة موجبة وشحنة سالبة. قلنا يعني ايه موجب وسالب؟ قلنا دي مجرد تسميات. احنا لاحظنا ان الاشياء لما بيكون فيها شحنات بتتفاعل مع بعض زي المغناطيس، بتنجذب لبعض او تتنافر مع بعض. قلنا خلاص نسمي واحدة سالب والتانية موجب علشان نقدر نفهم الاشياء اللي حوالينا. ربنا خلق الكون ليه قوانين وفيه طاقات، وخلق الإنسان وأمره يتفكر في خلقه وفي كونه، علشان كل ما الإنسان يبحث في ملكوت ربنا يكتشف أولا عظمة الخالق، ونكتشف القوة والطاقات اللي سخرها لينا ربنا في الكون، فنقدر نستغلها ونطور بيها حياتنا ونسخرها تخلي حياتنا أسهل. الإنسان ما بيخترعش أي حاجة من العدم، لازم يكون الأساسات موجودة الأول. فلما نيجي نقول الكهرباء ما نقولش مين اخترع الكهرباء، لا، نقول مين اكتشف الكهرباء، لأن الكهرباء جزء من تكوين الكون، طاقة ربنا سخرها لينا وسخر لنا العلماء اللي اكتشفوها. ازاي؟ كل حاجة في الكون مهما كانت مكونة من ذرات، تركيب الذرة سبحان الله تركيب دقيق قوي. ربنا حط في الذرة اللي هي البنية الأساسية للكون طاقة عجيبة، ومن ضمن تركيب الذرة هي الشحنات الكهربية وطاقتها، واللي بتتمثل في الإلكترونات السالبة والبروتونات الموجبة. قوانين الشحنات بتتفاعل ازاي يعني؟ الشحنات المختلفة موجب مع سالب بتتجاذب، الشحنات المتماثلة موجب مع موجب أو سالب مع سالب بتتنافر. أي فرق في توزيع الشحنات بيؤدي إلى ظهور فرق جهد، لأن الشحنة هي كمية الكهرباء في جسيم أو جسم، وبالتالي لما يبقى عندي جسم فيه شحنات زيادة بيبقى فيه كمية كهرباء أكتر. كل شحنة حواليها مجال كهربي. لما يبقى فيه توزيع غير متساوي سواء في المادة نفسها أو بين المواد وبعضها بيبقى فيه كمية طاقة أكبر ليها مجال كهربي أقوى، وطاقة كهربية أقل ليها مجال كهربي أقل، وده بيخلق فرق جهد. فرق الجهد معناه إن مفيش توازن في توزيع الشحنات. تمام كده؟ طب مثال توضيحي، ذرة النيتروجين في حالتها الطبيعية عدد البروتونات 7 وعدد الإلكترونات 7. يعني إيه في حالتها الطبيعية؟ أي ذرة في حالتها العادية بتكون متعادلة كهربائيا، وده معناه إن عدد الشحنات السالبة اللي هي الإلكترونات بيساوي عدد الشحنات الموجبة اللي هي البروتونات. ولما ده بيحصل بيكون في توازن، المجال الكهربي الناتج عن الإلكترونات السالبة بيتلغي مع المجال الكهربي الناتج عن البروتونات الموجبة، وعشان كده الذرة في الحالة دي ما بيكونش ليها تأثير كهربي خارجي، يعني ما بتنجذبش ولا بتتنافر مع غيرها كهربيا، لأن ببساطة متعادلة. تمام كده؟ طب ذرة الكربون عدد البروتونات 6 وعدد الإلكترونات 6، ذرة متعادلة. طب ذرة الهيدروجين عدد البروتونات 1 وعدد الإلكترونات 1، يعني متعادلة كهربيا. لكن المواد دي وهي في حالتها الطبيعية بيبقى فيه فرق جهد بينها. ليه؟ لأن كل مادة ليها عدد مختلف من الإلكترونات والبروتونات في ذرتها، فحتى في التوازن الاختلاف ده بيخلق فرق طاقة، لأن في ذرات عندها شحنات زيادة وذرات عندها شحنات أقل. في فرق في الجهد والطاقة أهو، وده كفيل يخلي أي حاجة في الدنيا ليها فرق جهد مع أي حاجة تانية في الدنيا. ليه؟ لأن مفيش مادتين في الكون ليهم نفس التركيب الذري، نفس توزيع الإلكترونات، نفس طاقة ارتباط الإلكترونات.
يعني فرق الجهد الكامن دائما موجود حتى لو قليل جدا، يعني من غير أي حاجة فرق الجهد موجود لاختلاف طبيعة تركيب المواد وتكوين الذرات، وكده يبقى الكون كله عبارة عن شبكة ضخمة من فروق الجهد بين كل شيء وأي شيء. احنا طبعا في العلم والاستخدام العلمي مش بنقيس فرق جهد مباشر بين ذرتين في الفراغ، ولكن احنا عارفين ان كل حاجة مع اي حاجة في بينهم فرق جهد. تمام كده؟ تمام. فرق الجهد بيكون اكبر لو مادة مشحونة بالسالب ومادة تانية مشحونة بالموجب، ده بيزود فرق الجهد جدا، لان في فرق في نوع الشحنة وكمان فرق في طبيعة المادة نفسها، يعني فرق جهد مزدوج. ايوه، وماذا بعد وجود فرق جهد؟ يعني ان في امكانية لحركة الشحنات. طيب ازاي يبقى في فرق جهد بين كل جسم والتاني في الكون كله وما بنشوفش الاجسام بتتحرك وتتجاذب وتتنافر مع بعض، بما انها بتحمل شحنات ومجالات بتتفاعل وفي فرق جهد بين كل شيء واي شيء؟ خليني اقولك ان الكون كله في حالة تعادل كهربي. ايوه، الكون في مجموعه متعادل كهربيا، يعني عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة، وبالتالي الشحنة الكلية للكون تساوي صفر. ده مهم جدا علشان الكون يفضل مستقر، ما يطرش او ينفجر او ينهار بسبب تجمع شحنات في جهة دون جهة اخرى. هتقولي هو حد عد الشحنات او شافها؟ هقولك لا، بس عرفنا ازاي؟ لو الكون ما كانش متعادل كهربائيا كنا هنشوف حوالينا مجالات كهربية ضخمة جدا، يعني أي جسم كان هيبقى فيه شحنة واضحة ويبدأ ينجذب أو يتنافر مع كل حاجة حواليه، بس احنا مش بنشوف ده بيحصل، يبقى الشحنات غالبا متوازنة. حتى في الفضاء لو كان في فرق كبير في الشحنات كنا هنشوف حركة غريبة في الكواكب والنجوم بسبب التجاذب أو التنافر الكهربي، لكن الحركات اللي بنشوفها كلها نتيجة الجاذبية فقط. احنا لما بنقول الكون متعادل كهربيا احنا بنقصد ان المجموع الكلي للشحنات في الكون يساوي صفر، وبالتالي الكون كمجموعة كاملة شحنته الكلية تساوي صفر. لكن ده مش معناه اطلاقا ان كل مكان او كل جسم جواه نفس التوزيع او الطاقة او نفس الحالة بالظبط. كل جسم او مادة في الكون متعادل، لكن مش كلهم ليهم نفس التوزيع والشحنات، وهنا بيحصل فرق جهد. معظم الأجسام الكبيرة في الكون زي المجرات والنجوم كهربيا متعادلة، لكن مش نفس توزيع الشحنات، ففي فرق جهد. ولكن المسافات الكونية الضخمة والمادة المتعادلة المنتشرة بينهم بتخلي التأثير الكهربي المباشر ضعيف جدا مقارنة بتأثير الجاذبية، وده على المستوى الكوني. فرق الجهد لا يعمل على المسافات البعيدة، فبالتالي في توازن على المستوى الكوني، وده بيخلي أي فرق جهد بين جسمين محلي فقط ناتج عن ظروفهم القريبة مش عن حاجة كونية عامة. التفاوت المحلي بيكون في أي منطقة صغيرة أو بين جسمين قريبين بيكون في فرق جهد نتيجة اختلاف توزيع الشحنات بينهم. طب فرق الجهد المحلي ده ليه ما بينتجش عنه جذب أو تنافر بين الأشياء القريبة؟ مثلا ربنا لما خلق الكون خلق قوانين وطاقة وخلى الكون في حالة توازن كامل، وعشان ربنا يحافظ لنا على التوازن ده حتى على مستوى الجهد المحلي خلى الطبيعة في حالتها الطبيعية لا تحدث انتقالا حرا للشحنات لمجرد وجود فرق جهد، وانه لازم تتوفر شروط معينة عشان يحصل انتقال منظم للطاقات او الشحنات، زي وجود مسار موصل. لازم يكون في طريق يسمح بمرور الشحنات بين النقطتين. هقولك يعني لو عندي مادتين كده زي الزنك والنحاس بتوع البطارية وقريبين من بعض بس بينهم هوا، مش هيحصل انتقال للشحنات رغم وجود فرق جهد بينهم، لان مفيش مسار موصل. الهوا عازل كهربي، يعني الهوا هيمنع الالكترونات او الشحنات انها تقفز من واحدة للتانية. الهواء ما بيمنعش وجود المجالات الكهربية، المجال الكهربي بيشتغل عادي في الهواء، بس الشحنات مش هتتحرك ولا تنتقل، يعني في فرق جهد بس كامن مش شغال، وده عشان التوازن يفضل موجود.
عرفت ليه في البطارية بنقفل الدايرة ونعمل مسار مغلق؟ علشان فرق الجهد يشتغل. تاني شرط هو وجود شحنات حرة قابلة للحركة حتى لو فرق الجهد كبير والمسار موصل. لو مفيش شحنات حرة مفيش حاجة هتتحرك. عرفت ليه الهواء عازل؟ لأنه لا يحتوي على شحنات حرة كافية. الكون بيسمح بوجود احتمالات انتقال لكن مش بيشغلها لوحده. الكون بيحطنا في بيئة فيها مواد مختلفة وفيها خصائص غير متماثلة كيميائيا كهربيا وما إلى ذلك. بس مش كفاية تكون المادة مختلفة علشان يحصل انتقال شحنات، لازم يكون في شرط يكسر التوازن. من غير الشروط دي الشحنات هتفضل في مكانها والطاقة مش هتتحرك. الاختلاف الطبيعي بين المواد لا يكفي وحده لخلق انتقال منظم للشحنات أو الطاقة، لكن بيكون في قابلية كامنة للاستفادة، واحنا اللي بنبني الشروط اللازمة علشان نستغلها. يعني احنا بنستغل الطاقة الكامنة الموجودة نتيجة وجود فرق جهد. وكفاية كده الحلقة دي، ونكمل الحلقة الجاية إن شاء الله. متنسيش تقول لنا رأيك في كومنت. كان هذا من إعداد وتقديم هاجر محمد.